حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء الثاني من المسلسل التايلاندي جنة الحب. وخلص الجزء الأول مع كيم وتونج، واللي بيكون بيمثل كل ده عليها عشان يقدر يكسب حبها ويكون هو الوصي على الطفل اللي في بطنها. وبنعرف من الجزء ده خطته هتكمل ولا لا، وفعلا تونج هتقع في حبه ولا هتختار دكتور تيب. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. وبيكمل أحداث الجزء الثاني، وبنشوف إن كيم بيوافق إن تونج تقعد معاه في الأوضة، وبتقول له تونج إنها بس هتجيب الموبايل بتاعها، وبتدخل تجيب ساعة كهربائي وبتخوفه بيه. وبنروح لأوضة كيم وبيكون نايم على الأرض، وتونج بتكون نايمة على السرير، وبيكون كيم مش مرتاحة على الأرض أبدا، وبيكون قاصد يبين لتونج كده. وبتلاحظ تونج وبتقول له إن هو يجي ينام جنبها على السرير، لكن بتحذره إن هو يجي جنبها. وبتسأل تونج كيم هي إزاي ماتت مامته، وبيفتكر زمان لما ضربها كيري علشان اكتشف إن كيم مش ابنه، ولما توه ضايقه بالكلام على مامته وضربه، وطلع لمامته عشان يطمن عليها ويعرف منها بابا يبقى مين. بس كيوتا مامته، كيوتا ايه الاسامي اللي كلها كيوت دي، ما بترضاش تقول له على حاجه، وبيبان عليها انها تعبانه جدا من كتر الضرب. وكيم بينزل لكيري وبيكون بيعيط عشان مامته، لكن كيري ما بيتعاطفش معاه خالص وبيطرده بره البيت. وبيروح تو وراهم، وبيظهر ان هو هيدوس كيم بالعربيه، بس مامته بتحمي كيم وماتت هي. وبنرجع لكيم وتونج وهو بيقول لها ان سبب موتها كان حادثه، واللي عمل كده ما اتسجنش. وبتحاول تونج انها تهون عليه، وبتقوله انه يحاول يسامح اللي قتل مامته، بس كيم بيحاول يضيع في الكلام معاه. وبنشوف توي وهو رايح عند ده لانها كلمته في التليفون، وكان باين عليها انها سكرانه وانها مش في وعيها خالص، وبتكون مشيت بالعربيه ومش بيلحقها. وتوه من غضبه بيحدف الازازه دي على الارض، وبتيجي في دماغ هيوان وبتتخانق معاه، وبيركب معاها على العربيه عشان يلحق ده، بس مش بيلاقيها. ولما بيتصل بيها بيلاقي صاحبتها معاها، فبيطمن عليها. وبتعرض عليه هيوان انها توصله للبيت، وبتدخل هيوان من طريق تاني وبتمثل ان العربيه وقفت. وبينزل توي علشان يزق العربيه، بس بتسيبه هيوان وبتمشي. وبيكون توي مروح البيت، وبيقابل ناس بيثبتوه وبيسرقوا حاجته وبيضربوه. وبنروح لكيم وتونج، وبيكون كيم صحي، بس اول ما بيشوف تونج بتصحى بيعمل نفسه نايم. وبتقول تونج ان شكله جميل جدا، بس هيبقى احسن لو كان في هدوء ولطافه تيب. وبيتصلوا بيها اصحابها وبيقولوا لها انهم عند بيتها، بس بتقول لهم تونج انهم يروحوا لها عند كيم. وبتنزل تونج لاصحابها، وبيجي لكيم مكالمه وبيعرف اللي حصل لتوي وانه دخل في غيبوبه. وبتروح تونج لاصحابها وبيخلوها تحكي لهم اللي حصل مع كيم. وبينزل كيم وبيقول لهم ان توي في المستشفى وانه رايح له بسرعه. وهيوان بتتخض لانها نزلته من العربيه. وبتوصل هيوان الاوضه اللي فيها توي، وبتلاقي نونج بنت اخوه بتعيط، وبيكون توي وشه متغطي خالص. وبتعيط هيوان على توي، بس بيخضها توي وبيكون عامل كده عشان ينتقم منها، وان هو اتفق مع نونج على كده. وبيقول لهيوان انها لازم تهتم بيه لان هي اللي عملت فيه كده. فبتضربه هيوان بالشنطه وبتمشي. وبيقعدوا البنات مع بعض وبيتكلموا على اللي حصل مع توي. وفي الوقت ده بيعدي دكتور تيب وبيشوفوه، وتونج بتسلم عليه وبيقول لها تيب ان مامته بتسأل عليها وانها لازم تجيلها. وكيم وتوي بيكونوا في الاوضه في المستشفى، وهيوان بتدخل عليهم وبتكون جايبه لتوي اكل. وبيسأل كيم على تونج وكي، وبتعرفوا انهم راحوا مع تيب. وبيوصل تيب البيت وبيكون معاه كي وتونج وبيتفرجوا على البيت. وكي بتكون مبهوره بالشهادات والصور اللي موجودين، وبيبان على كي انها معجبه جدا بتيب لان صفات العيله كويسه. وبتقعد مامة تيب وتونج وكي وبياكلوا سوا، وبيبان على كي انها عايزه تتقرب منها. ولما بيطلع تيب بيبان على كي انها معجبه بيه جدا وبتكون عاوزه تخلف منه، بس ما شاء الله من غير ما تتجوز. ضربه في قلبك يا شيخ. وبيوصلهم تيب على البيت، وبيبان على كي انها غريبه جدا مع تيب. وتونج بتقفشها بس بتنكر كي، وبتقول تونج لكي انها نسيت حاجه في بيت كيم وانها هتروح له. وبيبان انها ما نسيتش حاجه خالص عنده، بس كانت عاوزه تقعد معاه. وبيقرب منها كيم، بس في الوقت ده توي بيتصل بيه وبيتعصب عليه وبيقفل معاه. وبتتحرك جدا تونج وبتقوم بسرعه تمشي، وبيبان على كيم انه مبسوط جدا. وبنروح لبيت تونج، وبتكون هيوان بتقرا الكروت لكي علشان تعرف حظها، وبتعرفها ان حظها حلو جدا، بس ما بترضاش كي تقول لها على كل اللي بتفكر فيه. وبتطلع تونج اوضتها، واللي بيبان عليها انها مبسوطه عشان كانت مع كيم. وبيظهر دومورونج وهو متضايق جدا عشان كيم ما اتصلش بيه عشان يتعاون معاه ضد كريد. وبيقول للحارس بتاعه اللي اسمه كونجبوب انه لازم يعمل حاجه. وتاني يوم الصبح بيروح كيم لتونج وبياخدها معاه على البيت، وبيعرفها انه محضر لها مفاجاه. وبيكون جاب كرو المدرسه بتاعتها اللي ربتها هي وفاء، وبتفرح جدا تونج لانها بتحبها جدا. وبيقعدوا سوا وبيتفرجوا على صورها هي واختها وهم صغيرين، وبيبان على
تونج إنها اتأثرت جدا، وكيم بيدخل وبيقعد معاهم وبيتفرج على الصور، وبيرن جرس الباب وبيروح كيم عشان يفتح، وبتقول الأستاذة كرو لتونج إنها لازم تمشي، وبتروح تونج عشان توصلها، وبتشوف اللي واقف مع كيم الحارس كونجبوب، واللي كان بيحاول يرشي كيم بهدية عشان يتعاون مع دومورنو. وبتحس كرو إنها شافته قبل كده بس ما بتعرفش تفتكر إمتى وفين. وبيشوف كونجبوب الأستاذة كرو وبيبان عليه القلق وبيمشي، وهو في الطريق بيظهر إنه متآمر مع واحدة وبيحكي لها اللي حصل. وبتفتكر الأستاذة كرو إنها شافته قدام دار الأيتام بتاعها، وهو كان راكب الموتوسيكل هو وواحد كمان، ووقف وزعق للأطفال، وأول ما راحت للأطفال مشي على طول. وبنعرف إن اليوم ده هو اليوم اللي اتقتل فيه ناتي وفاه مراته. وبيتصل كيم بالشرطة وبيبلغهم على اللي قالته كرو، وبتروح الشرطة لدومورنوج علشان يخلوه يعترف على اللي قتل أو يطلعوا منه بأي معلومة، لأن كونجبوب الحارس بتاعه بس ما بيتكلمش ولا بيقول على أي حاجة، وما بيعرفش الضابط يقبض عليه لأنه ما بيكونش عليه أي دليل. وبتكون تونج وكيم قاعدين بيتكلموا في القضية، وبيبان على تونج إنها زعلانة جدا لأنها مش عارفة توصل للي قتل أختها وجوز أختها. وبيحاول كيم إن هو يهون عليها وبيهزر معاها وبتضحك، وبيقول لها كيم إن هو هياخدها يفسحها ويتغدوا بره علشان تكون مبسوطة. أيوة إحنا كبنات بنتبسط قوي بالغدا بره. وبنروح المستشفى في أوضة توي، وبتكون قاعدة معاه هيوان، وبتدخل كي عليهم، وتوي بيكون فاكر إنها جت عشان تزوره بس بتقوله إنها جت علشان تشوف هيوان وعشان تعمل فحص تشوف لو كان هينفع تحمل. وبتروح كي لدكتور تيب عشان تكشف عنده، وبيخرج كيم تونج وبيعرف إنها بتحب الحلويات جدا، وبيقول لها إنه هيشتري لها كل الحلويات اللي بتحبها، وفعلا بيعملوا كده. وبيبان على تونج إنها مبسوطة جدا. أيوة إحنا كبنات بنتبسط قوي بالحلويات. وبنشوف كي مع الدكتور تيب وبتكون مبسوطة جدا إن تحاليلها بتكون كويسة، وبكده بتكون جاهزة للحمل. وبتلمح كي لدكتور تيب إنها عاوزة تكون حامل منه. يا شيخ الله يحرقك. وبنشوف كيم مع تونج وبيكونوا في المول، وبتدخل تونج عشان تقيس لبس وبتقابل ده، وبتغيظها تونج إن كيم مستنيها بره لأن تونج بتكون عاوزة تضربها. وبتطلع ده لكيم وبتعتذر له على اللي حصل لما راحت له وكانت تونج معاه، وبتقول إنهم يرجعوا أصحاب تاني وينسوا اللي حصل خالص. وبيدخل كيم المحل وبيحاسب على الحاجات اللي جابتها تونج، وبيطلعوا يمشوا على طول، وبيقول لها على اللي حصل معاه من ده وإنها عاوزة تكون صاحبتها بس مش بترضى، وبيمشوا على طول. وبتظهر من وراهم ده واللي بيبان عليها الغضب والعصبية. وبنشوف هيوان وهي بتوصل تونج بيت كيم، وبتدخل هيوان بيت تونج علشان تستحمى بس بتقع وبتصرخ. وبيحس توي إن في حد عندها في البيت، وبيدخل يطمن عليها بس الفوطة اللي بتكون تونج لفها عليها بتقع منها، فبتصرخ هيوان. وتوي بيمشي من البيت بسرعة وبيروح على بيت كيم، وبتروح هيوان وراه وبتديله عقد وبتقوله إن هو يمضي عليه بإنه ما يحكيش على أي حاجة شافها عشان لو حكى هيدفع لها 10 مليون ويمكن أكتر. وبيبان على هيوان إنها زعلانة جدا بسبب اللي حصل. وبيوصل كيم وتونج البيت، وبتكون تونج عايزة تشتغل، وبيعرض عليها كيم إنها تهتم بالبيت وإن هو هيديلها فلوس في مقابل ده، وتونج بتفرح جدا وبتوافق. وبيظهر على كونجبوب إنه قلقان جدا، وبتيجي من وراه واحدة ست وبيكون بيترجاها علشان تساعده لأن دومورونج مش هيرضى يرجعه تاني. وبيظهر إن دي بي مرات كريت، وبتقول إنها هتقف جنبه لأنه ساعدها في حاجات كتير. وبنروح لبي وتوي، وبيكون توي عاوز يروح لكيم عشان يحاول يعرف منه مكان ابن ناتي بس بي بتصبره، وبيبان إنها بتدبر حاجة لكيم. وهنا تونج بتكون بتشتغل في بيت كيم زي ما اتفقت معاه، وبتشوف تونج إن اسنانها بتجيب دم، وبتتصل بدكتور تيب علشان يطمنها. وبعدين بتقعد تكتب مذكرات عن حملها، وفي الوقت ده بتروح لها بي مرات كريت، وتونج بتطلع لها وبتدخل البيت معاها وبتروح تجيب لها حاجة عشان تشربها. وبتشوف بي المذكرات اللي تونج بتكتبها عن حملها، وبتطلع تونج وبيبان عليها التوتر، وبتقول لها إنها بتكتب رواية عن الحمل، وبتحاول بي توقعها في الكلام. وكيم بيلحقها وبيقول لها إن تونج حامل منه. وبعد ما بتمشي بي تونج بتزعق لكيم لأنه عمل كده وقال عليها كده، وبيفهمها كيم إن عيلة أسوكي تكون ما بيحبوش غير نفسهم وبس، ولو عرفوا إنها حامل من وريث العيلة هيقتلوها هي واللي في بطنها. وبيظهر إن تونج وثقت في كيم جدا، وبتتصل كيب تيب وبتقوله إنها بتعمل بحث وإنه يساعدها فيه، وبيوافق تيب. وبيلاقي البحث عبارة عن أسئلة عشان كي تقدر تعرفه أكتر. وبيكون كيم نزل صورة مع تونج على الانستجرام وبيعرف الناس إنها مراته، وده بتشوف الصورة وبيبان عليها إنها اتضايقت جدا وبتكون غيرانة. وبيشوفها تيب هو كلام، وبيتصل على كي عشان يعرف منها الحقيقة، وبتقوله إنهم عملوا كده عشان خايفين على الطفل. وبنروح لعيلة كريت وبيكونوا قاعدين بياكلوا سوا، وبيشوفوا الصورة اللي كيم نزلها مع تونج بس بيبان عليهم إنهم مش مصدقين إن تونج وكيم متجوزين وإنهم بيمثلوا عليهم. وبيعرف كيم إن عيلة كريت
مش مصدقة انهم متجوزين، وبيخطط كيم لحفلة وبيعزم فيها الصحفيين عشان ينشروا الخبر. وفعلا بيعمل كيم حفلة عنده في الشغل، وبتروح تونج واصحابها، بس بيبان على تونج انها متوترة جدا. وبتروح لهم ده وبتتعرف على اصحاب تونج، بس بيبان انها مش بتحبهم. وبتروح تونج تاكل، وبتروح لها ده وبتقول لها ان كيم ما بيحبهاش ابدا، وانه اكيد بيعمل معاها كده عشان حاجة معينة. وبتحاول ده انها تتخانق مع تونج وبتوقع عليها العصير، بس برضه تونج بتسكت عشان العرض بتاع كيم ما يبص. وبتروح كي وهيوان عند تونج وبيعرفوا اللي حصل من ده، وبتقول لها كي ان في فستان في عربيتها. وبتروح هيوان وبتجيبه، بس ما بتقدرش انها تشيلهم وبتقع بيهم. وفي الوقت ده بيجي توي عشان يقومها، لكن هي بتزعله وما بترضاش تخليه يقومها. وبيسيبها توي وبتمشي، وبيقابلها تيب وبيقول لها ان كي عزمته. وبتشوف كيم تيب، وبيكون تيب مش مصدق ان كيم وتونج اتجوزوا، فبيقول له تيب انه يسيبها تختار بنفسها. وبيقف كيم يعرف الناس بقطعة الالعاب الجديدة اللي صممها، وبيعرفهم بتونج واللي بتكون لبست فستان تاني، وبيبان عليهم انهم مبهورين بيها عكس ده اللي بتكون غيرانة منها ومتغاظة جدا. وبتقف تونج مع كيم وبيعرف الناس كلها انها حامل منه هو، وبيتقدم لها للجواز، وبيطلع لها الخاتم ده، بس بيبان على تونج انها متوترة. وبيقول لها ان تو ابن بي وكريت واقف، فبتقبل تونج الجواز وبيلبسها كيم الخاتم. وبتاخد تونج بالها من تيب واللي بيكون باين عليه الزعل. وبعد العرض بيكونوا كلهم موجودين وبيحتفلوا، وبتروح تونج لتيب وبيبان عليه انه متضايق بسبب اللي عمله كيم. وبيقول لها تيب انه معجب بيها جدا، وانها توعده ان على ما فترة التمثيلية دي تخلص ما تكونش وقعت في حب كيم، وانه هيهتم بالطفل. وفي الوقت ده بيوصل كيم لتونج وبيتضايق تيب وبيسيبهم ويمشي. وهنا تو بيحط حاجة في العصير بتخلي اللي بيشرب بيكون سكران، وبيروح طول ده وبيحاول يديهولها ويتقرب منها، بس ده بتصده وما بترضاش انها تاخد العصير منه وبتزقه وتمشي. وبيحط طول العصير على الترابيزة وبيمشي. وبيكون توي معدي من قدام الحمام وبيشوف ده، وبيكون باين عليها انها بتعيط وزعلانة جدا، فبتطلع وبتمشي. وبيطلع وراها تيب وبيقول لها انه بيحبها من زمان، بس ده بتزعقله وبتكون قاسية معاه جدا وما بتديلوش فرصة وبتسيبه وتمشي. وبتكون هيوان وكي قاعدين بياكلوا، وبيكون الاكل حراق على هيوان، وبيكون قدامها العصير اللي كان محضره تو لده، فبتشربه. وفي الوقت ده كي بتشوف تيب وبتروح له، وبيكون سكران جدا، وبتاخده كي علشان توصله البيت. وبنروح لكيم وبيكون بيوصل تونج البيت، وبيبان عليهم انهم مبسوطين جدا مع بعض. وبنرجع لتيب وكي، وبتكون كي وصلته للبيت وما بيكونش قادر ان هو يمشي، وبتحاول كي انها تسنده، بس هي كمان مش بتقدر. وبيقعدوا هما الاتنين، وبتقول له كي انها عاوزة تكون حامل منه، بس تيب بيكون نام. وبتسمعها مامته وبتطردها من البيت. ايه قلة الادب دي؟ وبنروح لتو وبيكون سكران بسبب اللي عملته ده، وبتقابله هيوان وبتكون هي كمان سكرانة ومش دريانة بأي حاجة. وتاني يوم الصبح هيوان بتلاقي نفسها نايمة عند توي، وبتكون تونج سمعت صوته وبتفكر ان هو حرامي، وبتدخل له تونج وبيكون توي استخبى في الدولاب. وبتقول لها هيوان ان مفيش حاجة، بس بيكون باين عليها القلق والتوتر. وبتحاول هيوان انها تطلع توي من البيت، وبتزعله وبتقول له ما يقولش لاي حد على اللي حصل، وبيبان عليها انها زعلانة. وبنروح لكيم اللي بيكون شاف تونج من الشباك، وبيبان عليه ان هو واقع في حبها. وتونج بتكون مبسوطة جدا، وبتكون مامة تيب قاعدة وباين عليها انها متضايقة جدا. وبيصحى تيب وبتقول له على اللي حصل من كي، وان كي عاوزة تكون حامل منه. وبيروح تيب عشان يشوف كي، بس تستخبى منه، وبتغمز للي شغال معاها عشان يقول له انها مش هنا. وبيقول له تيب انه يخليها ترد على اتصالاته، بس تيب بياخد باله وبيعرف انها مستخبية منه. وبيكون تيب قاعد في العيادة بتاعته وبيعرف، وبتقول له الممرضة في حد مستنيه بره، وبيظهر انه كريت اللي بيكون عاوز يعرف ابن ناتي وفاه، وبيرشيب ان هو هيتبرع للمستشفى، لكن تيب ما بيرضاش يقول له على اي حاجة وبيسيبه يمشي. وبنروح لكي واللي ما بتكونش عارفة تعمل ايه مع تيب، وبيبان عليها التوتر. وبتطلع كي الجراج علشان تاخد عربيتها وتمشي، وبتقابل تيب. وفي اللحظة دي بتدخل العربية دي وبينزلوا ناس منها وبيضربوا تيب وكي، وبياخدوهم عشان يخلوهم يعترفوا بمكان ابن ناسي. وبيقول لهم كي ان الطفل مع صاحبة فاه، وبيروح واحد من اللي معاهم عشان يجيب لها الشنطة وتتصل بيها، بس بتكون كي بتخدعهم وبترش عليهم كحول. وبيقدر كي وتيب انهم يهربوا منهم بعد معاناة. وبنروح لكريت وبيه مراته، وبيظهر ان هو اللي عمل كده، وبتخاف بيه جدا لانه لو تعرف ان هو اللي عمل كده هتكون مصيبة. وبتقول له انه كان لازم يقول لها الاول، بس كريت بيستقل بيها قوي. وبتروح كي المستشفى مع تيب واللي بيكون باين عليه التعب، وبيشوف كيم تونج وهي قاعدة في بيتها وبيكون باين عليها القلق والزعل، وبيروح لها وبتكون عرفت اللي حصل مع كي وتيب وبتحكي لكيم، وبيحاول كيم ان هو يطمنها. وبنروح لبيه واللي بتكون بتتكلم مع كونجبو، وبيبان انها عايزة تدمر كريت بس بعد ما تاخد فلوسه.
لانه غني جدا، وانهم دلوقتي يرموا قضيه الناس اللي خطفوا تيب وكي على دومورونج، وبيعرف دومورونج اللي عمله كونج بوب وانه خانه لانه كان متعاون مع حد تاني. وبيتصل دومورونج بالظابط براب وبيقول له على حقيقه كونج بوب، وبيحكي له دومورونج ان كيري اعجب زمان ببنت عندهم في الشغل وكانت حامل منه، بس هو ما اعترفش بيه وطردها من الشركه. وبنعرف ان الولد ده هو كونج بوب، وانه شاكك ان في حد من عيله اسو كيتكون بيدعمه هو اللي خلاه يشتغل مع دومورونج، وبيعرفوا عنه كل حاجه لانه كان الصديق المقرب لكيري والمدير التنفيذي لشركتهم. وبيكمل دومورونج كلامه للظابط وبيقول له انه عمل كده عشان يعرفه ان مش هو المتورط في قتل ناتي وفات، وبيقفل معاه. وفي الوقت ده بيظهر من وراه كونج بوب وبيهدده ان هو يطلب منه طلب، ولو ما عملوش هيقتل مراته وابنه. وتو بيروح لباباه والمامته وبيوريهم فيديو الاخبار ان دومورونج ضرب نفسه بالنار، ولقوا رساله مكتوبه بخط ايده بان هو اللي قتل فاه وناتي. وبيفرحوا جدا لانهم كده عرفوا القاتل وهيعرفوا يفتحوا الوصيه. وبيروح كريت وابنه تو عند الضابط عشان يفتحوا الوصيه، بس بيمنعهم لان القضيه لسه ما اتقفلتش. فبيتعصب كريت بسبب انه مش موافق وبيمشوا، وبيشك الضابط فيهم وبيقول لزمايله انهم لازم يحطوا عينيهم عليهم. وبيقعد كيم وتونج مع بعض، واللي بتقوله ان ما بقاش لازم يمثلوا على الناس انهم متجوزين لانها كده مش مرتاحه خالص. وبتقلع له الخاتم وبيقول لها كيم انهم لازم يفضلوا كده لحد ما القضيه تخلص علشان ما يكونش فيه خطر. وبيطمنها كيم وبيلبسها الخاتم تاني، وبيبان على كيم انه متضايق لان كده الخطه اللي عملها على تونج هتبوظ. وبيتصل بتوي علشان يساعده ان الخطه تكمل. وبتتصل تونج بصاحبتها واللي ما بتكونش عارفه مشاعرها اتجاه كيم، بس بتنصحها انها تسمع لقلبها. وبنشوف توي وكيم وهم قاعدين بياكلوا، وبيبان ان كيم وتوي عاملين خطه على تونج. وبيكون توي متنكر وبيمشي وراهم، وبيقول كيم لتونج ان في حد بيراقبهم. وبتتوتر جدا تونج وبتصدق الخطه اللي عاملينها، وبتقول تونج انها تروح تبلغ الامن على اللي بيراقبوها. وبيتصل كيم بتوي علشان يستخبى، بس ما بيلحقش توي وبيلاقي الامن وراه وبيحاول يهرب منهم بس بيمسكوه. وبتروح تونج عشان تعرف هو مين، بس بيوقفها كيم وبيروح هو وبيخلي توي يضربه وبيعرف يهرب. وبتتصل تونج بالظابط وبتعرفوا ان كان في حد بيراقبهم، وبيروح كيم وتوي وبيعرفوا الظابط ان هم اللي عملوا كده في تونج. وبيسالهم الظابط عن السبب بس ما بيعرفوش يردوا عليه، وبيقول لهم ان هو هيقول لتونج، بس كيم بيوقفه وبيقول له ان هو اللي هيعرفها بنفسه. وبيديهم الظابط مهله عشان يعرفوها بالحقيقه والا هو اللي هيقول لها. وبيكون كيم وتوي مش عارفين يعملوا ايه، وبيقول له توي ان هو يعترف لها بحبه، وبيبان على كيم انه خايف. وتونج بتروح لتيب المستشفى وبتعتذر له هو وكي على اللي حصل لهم، وبيقول تيب لتونج ان هو بيحبها بس تونج ما بتردش عليه. وبيبان على كي انها زعلت واتضايقت وبتيجي تطلع من الاوضه، بس تونج بتوقفها وبيقول لها تيب انه خسر قدام كيم لانه من فتره اعترف له كيم انه عنده مشاعر لتونج، واللي بيبان عليها انها مبسوطه جدا. وبيكون كيم قاعد في بيته ومش عارف يقول لتونج ايه، وبتدخل تونج بيتها وبتشوف كيم وهو واقف في بيته وبتسلم عليه وبتقعد تكلم صوره اختها وبتقول لها انا عندي مشاعر تجاه كيم وشكلي كده يعني تقريبا بحب، اصل كيم كويس قوي معايا. وبتروح تونج وبتقعد مع كيم، واللي بيبان انها اتصلت بالظابط وسالته على اللي كان بيراقبها، بس الظابط بيكون قال لها انها تسال كيم. وبيبان على كيم التوتر وبيقول لها انه لسه ما يعرفش حاجه. وبيروح توي علشان ياخد بنت اخوه من المركز اللي شغاله فيه هيوان، وبيسمع الموظفين اللي معاها وهم بيتكلموا انها اخر فتره مكتئبه وزعلانه. وبيشوفها توي وهي واقفه في درس الطبخ وبيبان عليها الزعل، وبيحاول ان هو يتكلم معاها بس هي بتصده وبتضربه. وفي الوقت ده بيوصل كيم وتونج لهيوان وبيزوروها، وبيبان على هيوان التوتر وبتدوس تونج على ايد توي لكن غصب عنها لانه بيكون مستخبي تحت الترابيزه، وبيضطر ان هو يطلع بس بيكون لابس ماسك علشان كيم وتونج ما يعرفوهوش. وبيمشي بسرعه بس كيم وتونج بيعرفوا ان توي، وبيروح كيم المحل بتاعه وبيتكلم مع توي على اللي حصل مع هيوان. وبيقع توي بالكلام مع كيم بس بسرعه بيغير الكلام وبيقول له توي انه لازم يعترف بالحقيقه لتونج والا الظابط هو اللي هيقول لها. وفي الوقت ده بتكون ده واقفه وسامعاهم، وبيتصل كيم بتونج وبيقول لها ان هو عازمها على العشاء وانه محتاج يقول لها على حاجه مهمه قوي. وبيبان على تونج انها مبسوطه جدا لان هي وكي مفكرين ان هو هيعترف لها بمشاعره. وبتدخل هيوان وبيكون جايب لها اكل وبتسيبهم كي وبتمشي، وبتحاول تونج انها توقع هيوان بالكلام علشان اللي توي، بس بيبان على هيوان التوتر بس برضه ما بتقولش اي حاجه. وتوي بيكون واقف بيشتغل، وبتدخل ده وبتعتذر له عن اللي قالته له قبل كده وانهم يقعدوا سوا علشان تصالحوا. وبيوافق توي، وبيبان على ده انها بتمثل عليه عشان عاوزه تعرف منه كانوا بيقولوا ايه لانها سمعتهم. وبتروح تونج لكيم علشان يتعشوا سوا، وبيبان على اصحابها انهم مبسوطين جدا عشانها. وده بتقعد مع توي
وبتحاول تخليه يسكر عشان يقول لها على الكذبة اللي هم عاملينها على تونج، وبتقوله ان كيم عرفها كل حاجة بس هي عايزة تعرف منه هو، وبيقول لها توي على الحقيقة، وبتكون بتعمل ده كله عشان تعرف تونج وتبعدها عن كيم. وهنا توي بيكون نام وبتعرف تاخد من موبايل توي رقم تونج، بس بيفوق وبياخد منها الموبايل وبيعرف انها ضحكت عليه علشان تعرفوا الحقيقة. وكيم وتونج بيقعدوا ياكلوا وبيبان عليهم انهم مبسوطين جدا مع بعض، وبيكون كيم هيعترف لها ان هو بيحبها بس بيتصل عليه توي وبيقوله على اللي عملته واللي هي عرفته وانها هتعرف تونج، وفي نفس الوقت بتتصل بتونج بس بيجري كيم وبيوقع الموبايل في المية، وبتنزل تونج عشان تجيب الموبايل من المية وبتتخبط رجليها وما بتكونش عارفة تقوم علشان تروح تغير لبسها لانها بتكون اتبلد خالص. فبيشيلها كيم وبيوديها على البيت، وبيتصل كيم علشان يحاول يوقفها انها تقول لتونج بس هي ما بتردش عليه، وبيعرف كيم ان وصلت عنده وبيطلع لها هو وبيحاول ان هو يوقفها وهي بتقول له انها تقول الحقيقة لتونج. وفي اللحظة دي بتطلع تونج بتقول لها ان كيم ما بيحبهاش وانه بيعمل كده عشان يكون هو الوصي على الطفل، وبيعترف كيم ان هو فكر في كده بس تونج بتضربه بالقلم. وبتدخل تونج على بيتها وبتقعد تعيط، وبيحاول كيم ان هو يفتح الباب ويشرح لها بس هي ما بترضاش تفتح له. وبيوصل توي وبيحاول يهدي كيم وبيسيبهم كيم وبيمشي، وبيزعق توي علشان اللي هي عملته ده انتي شيطانة. وبتكون تونج قاعدة لوحدها وبتفكر في كيم والوقت اللي هي قضيته معاه، وبتفتكر كلام وبتقلع الخاتم وبترميه. وبتدخل هيوان وبتتفاجئ بيها وهي بتعيط فبتحضنها وبتهديها، وبتهدى تونج شوية وبتجيب لها هيوان حاجة عشان تشربها وبتحاول انها تهون عليها. وتاني يوم بيروح كيم لتونج بس بتفتح له كي وبتزعله لانه خدع تونج ومش بترضى تدخله البيت، وبيبان على كيم الزعل. وبتروح تونج للأستاذة كرو وبتحكي لها على اللي حصل وانها هتقعد في مكان تاني عشان مش عاوزة تشوف كيم. وفي الوقت بيحاول توي يتصل بيهم بس ما بيردوش عليه، وبيروح كيم وتوي الشغل وبيلاقوا واقفة مع تو، وبتكون بتحاول توضح لتو على ابن ناتي وبتسأله على نسب عيلته بس بياخدها كيم وبيدخلوا جوه، وبيحاول توي وكيم انهم ما يخلوهاش تتكلم وبتوافق وبتكون الأستاذة كرو أجرت بيت علشان تونج وهيوان يقعدوا فيه، وبيدخلوا جوه وبيظهر ان البيت كبير جدا وبيعجبهم وبيكونوا فرحانين بيه. وكي بتروح لتيب علشان توصله البيت لانه بيكون خف وطالع من المستشفى، وبيروح تو البيت وبيحكي لمامته اللي قالته وانها سألته على عيلته وان بان عليها انها مش مصدقه ان هو الوريث الوحيد لعيله اسوا كي تكون. وبيظهر على مامته انها شكت في وبيكون كي وصلت تيب لبيته وبتشوفها مامة تيب وبتقول لها انها عاوزه تتجوز تيب، وبتضربها مامته وبتخرجها من البيت. ربنا ما يقطعلكيش عاده يا حاج. وهنا توي وكيم واللي بيكونوا جايبين خط جديد عشان يتصلوا بهيوان وتقول لهم على مكان تونج بس برضه مش بترضى. وفي الوقت بيكون في 2 بيتكلموا على المكان اللي هم فيه وبيسمعهم توي، وبيروح يعرف كيم وبيفتكر ان كرو ساكنه هناك، وبيتصل كيم عشان تخلي بالها من المحل. وفي الوقت بتدخل بيه وبتقعد مع وبتحاول انها توقعها بالكلام، وفعلا الغبيه بتقع بالكلام وبتقول لها ان اللي ببطن تونج مش ابنها ولا ابن كيم. وبيروح كيم وتوي لكرو علشان يعرفوا مكان تونج بس مش بترضى تقول لهم. وبيكون في راجل جايب خضار فبيسألوا صاحبه هو هيوديه لمين، فعرفوا ان هو لكرو عشان هتطبخوا لواحدة حامل. وبيكون توي وكيم سامعينهم وهما بيتكلموا وبيراقبوا كرو علشان يعرفوا مكان تونج. وفي الوقت بتكلم توي وبتقول له على اللي حصل مع بي، وبيبان عليهم القلق وانهم لازم يلاقوا تونج بسرعة. وبيقول توي لكيم انه بيحب تونج قوي، وبتظهر كرو وبيمشي وراها بالعربية وبتوصل كرو لبيت تونج واللي بيكون كيم وتوي شايفينها. وبيروح توي عشان يأجروا بيت في المنطقة عشان يكونوا جنب تونج. وبتدخل كرو بيت تونج واللي بتعرفها ان كيم جالها وسأل عليها، وبتطلع هيوان اوضتها وبتقعد تعيط عشان مفكرة انها حامل. وبتدخل تونج عليها وبتقول لها انهم هيتمشوا شوية بس هيوان مش بترضى لانها حاسة انها عايزة تنام. وبتقول لها تونج انها بقت زي الحوامل، وبتتصدم هيوان وبتسيبها تونج وبتطلع هي وبتروح تونج عشان تتمشى. وبيكون كيم وراها، وبتكون تونج فاتحة الكاميرا علشان تتصور بس بتلاقي كيم باين في الكاميرا، وبيطلع كيم وبيحاول يتكلم معاه بس تونج بتزعله وبتزقه وبيقع على الارض وبتسيبه وبتمشي. وبيروح كيم لتوي وبيلاقي الراجل بيدعي الناس انهم يتجمعوا بالليل ويتفرجوا على فيلم في الجنينة، وبياخد كيم منه التذاكر. وبتكون هيوان وتونج بيكلموا كي فيديو كول، وبتقول لها كي انها تحاول تدي لكيم فرصة بس بيبان على تونج انها مش عارفة تاخد قرار. وبتروح كي لمامة تيب وبتكون جايبه لها هدية، وبتدخل كي علشان تديها لها وبتعتذر لها. وفي الاول بيبان على مامة تيب انها متضايقة جدا بس بعد كده بتسامحها وبتهزر معاها. وبتطلع كي جايبه لها سمك كمان، فبترجع مامة بيت تزعق لها تاني لانها بتكون تبع جمعية حماية الكائنات
البحرية يا دي النيلة، وبتطلعها بره. وبتطلع كي تستنى تجيب الخدامة بتاعتها لأنها بتكون عارفاها كويس جدا، وبتاخد رقمها وبتتصل كي بجيد وبتعرف منها ايه اللي بتحبه مامة تيب. وبتكون كي فرحانة جدا، بس بيبان ان مامة تيب متفقة مع جيب على الكلام اللي هتقوله لها. وبالليل بيتجمعوا الناس في البلد اللي تونج قاعدة فيها وبيقعدوا عشان يتفرجوا على الفيلم. وبتروح تونج وهيوان وبيتفرجوا، وبيوصل توي وكيم وبيبان انه عامل فيديو لتونج، وبيروحوا للي مشغل الفيديو وبيعرف توي يقومه. وبيقعد كيم عشان يشغل الفيديو لتونج، بس بيشغل فيديو لتوي بالغلط. وبتقوم هيوان وتونج علشان يمشوا، بس بيشتغل الفيديو بتاع كيم وبيشرح لها اللي حصل، وانه لما قرب منها حبها قوي، وانه هيفضل وراها لحد ما تصدق انه بيحبها بجد. وبتبص تونج لكيم وهي بتعيط وبتمشي مع هيوان. وبيروح كونج بوب لبيت تونج، وبيكون بيه هي اللي مخلياه يعمل كده. وبيفتش كونج بوب على معلومات تعرفهم الطفل اللي في بطنها يبقى ابن مين. وبتعرف بيه ان الطفل اللي في بطن تونج ابن ناتي. وبتقول لكونج بوب انه يقتلها، لازم يقتلها. وبنروح لهيوان وبتكون بتعيط وبتتصل بتوي عشان يقابلها، وبتقول له انها حامل، بس هي مش متأكدة. هي بتحس بأعراض الحمل، وبتكون كمان متضايقة ان باباه هيكون توي لانه مش من نفس المواصفات اللي هي عايزاها. وبيزعقوا مع بعض. وبتروح هيوان مع توي عشان يعرفوا هي حامل ولا لا. وبيدخل توي الصيدلية وبيجيب اختبار الحمل، وبيشوفوا كيم واللي بيكون بيشتري حاجات من الصيدلية هيوديها لتونج. بس بيجي الدكتور عشان يديله الاختبار، وبيقول له انا طالب دواء الكحة، وبيحاول يضيع الموضوع. وبيقول لكيم انه جه لوحده، بس في نفس الوقت بتدخل هيوان، فبيتوتروا هما الاتنين. وبتمثل هيوان انها تعبانة وانهم اتقابلوا بالصدفة، ودخل توي عشان يجيب لها دواء. ومش بيقتنع كيم وبيمشي ويسيبهم، بس بيعرف ان في حاجة بينهم. وبيرجعوا تاني يشتروا اختبار الحمل، وبيروح كيم لتونج وبيكون بيديها علاج واكل. وبيحاول كيم انه يتكلم معاه، بس تونج مش بترضى تتكلم معاه، وبتقوله انها هتمشي من هنا. وبتقفل الباب. وبتكون عربية هيوان وتوي اتعطلت بيهم في الطريق، وبيتصل بكيم. بس في الوقت ده كيم بيكون بيراقب تونج، وبيقول له كيم انه هيكلم حد يجي ياخدهم. وبتروح تونج وبتطلب توصيلة من صاحب الموتوسيكل، وبيروح الراجل عشان يجيب الموتوسيكل. فبيروح له كيم وبيعرفوا ان تونج رايحة الكروم، وبياخد كيم الموتوسيكل منه وبيطلب منه ان هو يساعد صاحبه لان عربيته اتعطلت على الطريق. وبيروح كيم لتونج وبيطلب منها انها تثق فيه وان هو هيوصلها، وما بتردش عليه تونج، بس بيلبسها خوذة الامان وبتركب معاه. وبينسى الراجل انه يروح يجيب توي وهيوان لان ابنه بيكون تعب وهو راح له. وبتروح هيوان عشان تعمل الاختبار لان مفيش حد جه علشان ياخدهم، وبتكون مستعجلة انها تعرف هي حامل ولا لا. وفي الوقت ده بتوصل تونج وكيم لكرو علشان يساعدوها في دار الايتام. وبيحاول كيم ان هو يقرب منها عشان تسامحه، بس تونج بتكون زعلانة منه ومبترضاش تتكلم معاه. وبتروح كرو وبتقعد مع تونج وبتقول لها انها تسامح كيم. وبتفتكر تونج الفيديو اللي عمله لها كيم لما عرضوا على الشاشة قدام الناس كلها. وبتقول لها تونج انها سامحت كيم، بس ما بقتش بتحبه لانه خلاها تتوجع بعد ما حست معاه بالامان. وبيكون كيم واقف وسامع كل اللي قالته تونج. وهيوان بتكون بتعمل اختبار الحمل، وبتلاقي في حد بيصورها وبتجري وراها عشان تلحقه. وبتنادي على توي وبيحاولوا يمسحوا الفيديو وبيضربوا ببعض، بس توي في الاخر بيكسر الموبايل وبيخلي الراجل يمشي. وبيروحوا عشان يشوفوا الاختبار، وبيظهر ان هيوان مش حامل. وبيفرحوا جدا وبيبان انهم اعجبوا ببعض. وبيكون توي تعبان بسبب الضرب، وبتسنده هيوان للعربية. وبيقف كيم معاه وردة وحواليه الاطفال عشان يعتذر لتونج، وبيوعدها ان هو هيكون معاها احسن من الاول وانها تديله بس فرصة تانية وهو هيفضل يحارب عشانها. وبيشجعوه الاطفال. وبيكون باين على هيوان ان قلبها مكسور من اللي حصل، بس بتاخد منه الورد. وكيم بيفرح جدا. وبنعرف ان كونج بوب عارف مكان تونج وبيراقبها. وبيكون كيم معاها وبتسيبه تونج وبتدخل على بيتها. وبيجي صاحب الموتوسيكل وبيسأله كيم لو جاب صاحبه، بس بيقوله ياه ده انا نسيت، اصل ابني كان تعبان. وبيقلق كيم وبيروح عشان يجيبهم هو. وبنروح لتونج وبتكون في بيتها وبتلاقي كونج بوب بيخبط عليها، بس تونج بتفكره كيم وما بترضاش تفتح له. وبيتصل كونج بوب ببيه وبيعرفها انه لقى تونج، وبتقول له بيه ان هو يقتلها بسرعه. وبتروح بيه وبتقعد مع كريد وبيقول لها ان الضابط اتصل وقال له ان ليه كاري كان متجوز واحده في السر وابنها يبقى كونج بوب. وبيكمل كريد ان الستات اللي زيها ما عندهمش اخلاق. وبيه بتتضايق جدا وبتنفعل على كريد، وكريد بيستغرب انها انفعلت عليه كده. وبتقول له انها خايفه عليه لحسن كونج بوب يعرف اللي بيقوله على مامته ده وساعتها هيقتله. فبيزعق لها كريد وبيسيبها وبيمشي. وبيبان على بيه انها مدبره حاجه لكريد. وبنروح لتوي وهيوان وبيكونوا قاعدين في العربيه بيهزروا مع بعض. وفي الوقت ده بيوصل كيم وبتروح هيوان عشان تجيب حاجتها. وبيلاحظ كيم ان توي مبسوط. وبيروح كونج
بوب لتونج، بس بيضحك عليها وبيقول لها ان كيم عمل حادثه، وتونج بتفتح الباب بس قبل ما تشوف مين بتروح ترد على هيوان في التليفون. وفي الوقت ده بيدخل كونج بوب وبتسمع هيوان تونج وهي بتقول اسمه، وبسرعه بتقول لكيم وبيجروا بسرعه عشان يلحقوها. وبياخد كونج بوب تونج وبيكون معاه سكينه عشان يقتلها بعيد عن الناس، وبيقول لها ان لازم كل ناس لكراي يموتوا لانهم اتسببوا في موت حد يعرفه. بس بتعرف تونج انها تضربه وتستخبى منه، وبتحاول انها تهرب بعيد عنه، بس بتحس تونج بالتعب وما بتقدرش تكمل. وكونج بوب بيلاقيها وبيرفع عليها السكينه عشان يقتلها، بس كيم بيضربه وبيلحق تونج، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض. وبيقدر كونج بوب انه يهرب منه، وبيوصل هيوان وتوي، وبيروح كيم وتوي ورا كونج بوب وبيقدروا انهم يضربوه، وبيغمى عليه وبيرن موبايل كونج بوب، وبيرد كيم وبيبان انها بيه وبتساله عملت ايه، وما بيكونش حد رد عليها، وبتقلق وبتقفل المكالمه، وما بيقدرش كيم يعرف مين اللي كان بيتكلم. وفي الوقت ده بيفوق كونج بوب وبيضربهم وبياخد منهم الموبايل بتاعه وبيجري. وبنروح لتونج واللي بتكون تعبانه جدا وبتنزف، وبياخدوها بسرعه للمستشفى، والدكتور بيطمنهم انها كويسه هي والطفل. بس كيم بيكون قلقان جدا وبيقول لها انهم لازم يكشفوا تاني، وبيعرفها انه اتصل بتيب وانهم هيروحوا له. وتاني يوم بيكونوا عند تيب في المستشفى وبيطمنهم تيب على الطفل. بس تونج بتكون جالها السكر وبيقعد معاها كيم وبيعتذر لها لانه كان السبب، لانه كان بياكلها حلويات كتير، وبيقول لها انه هيفضل جنبها. وبتحكي له تونج على كل اللي قاله كونج بوب، وبيتصل كيم بالظابط وبيبلغه باللي حصل. وبيروح تيب لكيم واللي بيبان على تيب انها متضايقه جدا بسبب اللي حصل مع تونج، وبيقول ان بعد كده هو اللي هيفضل جنبها لان هو السبب في كل اللي حصل لتونج. وبيمشي تيب وما بيعرفش كيم يرد عليه. وبنروح لبي وبتكون قلقانه جدا وبتتصل بتونج وبتعرف انها في المستشفى، وبتقول لها انها هتيجي تزورها. وبيبان على بي انها اتضايقت لان تونج طلعت عايشه. وبيقعد كيم يفكر في كلام تيب وبيكون زعلان وحاسس بالندم، بس بيقول له توي انه ملوش علاقه باللي حصل. وبيفتكر كيم الصوت اللي رد عليه من موبايل كونج بوب وبيكون عارف انها بي. وبتروح بي لتونج المستشفى وبتحاول تعرف منها اللي حصل، بس بيكون في رقم غريب بيرن عليها وبتطلع عشان ترد، وبيظهر انه كونج بوب وبيكون عاوز منها فلوس. وبيشوفها كيم وبيروح وراه وبتتكلم بيه وبتقول له انه لازم يستخبى في اي حته وانها هتبقى تجيب له الفلوس. وبيروح تيب لتونج وبيقول لها انه عاوز يفضل جنبها ويخلي باله من الطفل، وبيمسك ايديها. وفي الوقت ده بيوصلوا صحاب تونج وبيكون كيم معاهم، فبيطلع كيم من الاوضه وبيبان عليه الزعل، وبتقول كيل تيب انها عاوزه تكون حامل منه. وبيمشي تيب وبيسيبها، بس بتروح وراه وبيكون تيب صريح معاه وبيقول لها انه بيحب تونج. وكي بتقول له انها برضه مش هتستسلم. وهنا تونج بتجهز عشان تمشي من المستشفى، وهيوان وتوي هما اللي بيساعدوها وبيتكلموا على كيم. وبيخبط الباب وبيفتكروا ان هو كيم، بس بيطلع انه تيب وهو اللي هيوصلها للبيت لان كيم مشغول. وبيكلم توي كيم وبيعرفه انه بيراقب بيه، وبتنزل بيه وبتركب العربيه، وكيم بيروح وراها عشان يراقبها لان هو شاكك فيها. وبتكون بيه خدت بالها وبتعرف تتوهه. وبيدخل كونج بوب الحمام لان بتكون بيه سايباله الفلوس فيه وبياخدها وبيمشي. وبتوصل تونج البيت وبيكون تيب معاه وجايب لها اكل وعلاج للسكر، وبيعلمها ازاي تستخدم جهاز قياس السكر، وبيقولوا انه هيهتم بيها وبيعرض عليها الجواز، بس هي بتعتذر له وبتقوله انها مش بتحبه. وبيروح كيم لتونج بس بيستخبى لان في الوقت ده بتطلع تونج توصل تيب وبتقول انهم ممكن يرجعوا صحاب تاني زي الاول لانها ما عندهاش مشاعر ناحيته. وبيكون كيم سامعهم وبيبان عليه انه فرحان جدا، لكن تونج بتكون زعلانه منه لانه ما جاش ياخدها، وبيحاول ان هو يصالحها وبياخد الخاتم وبيقول لها انها تلبسه عشان لسه الخطه شغاله. وفعلا بتاخده تونج وبتلبسه. وكي بتكون لابسه لبس المهرجين وجايبه اكل وبتروح لمامة تيب لانها بتكون مفكره ان مامة تيب بتحب اللبس ده. وبتكون مامة تيب جايبه اصحابها وبيفضلوا يتريقوا على كي. وبنروح لبي اللي بتكون بتتكلم في التليفون مع كونج بوب وبتقول له انهم مش هيعرفوا يتقابلوا تاني، وبيسمعهم تو وبيبان عليه التوتر. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا مش هتأخر عليكم.